السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا بصوا، بداية كده زي ما انتم شايفين هنعمل حاجات النهارده، حاجات حلوة قوي 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 قوي، طواجن بقى، وهنعمل صواني، وهنعمل النهارده كل حاجة في ثانية في ثانية في ثانية في سريعة، والله ما بقفل الكاميرا لحاجات بسيطة جدا. هنعمل بقى احلى طاجن بامية زي ما انتم شايفين، وهنعمل بقى الصواني الجميلة دي. تعالوا نشوف هنعمل ايه في الصواني دي، وهنعمل الطاجن ده ازاي، ونعمله بطريقه سهله جدا. والنيه مش كان طاجن، النيه كانت باميه في الحله كده، وباميه بالصلصه كده بقى، وايه كانت النيه كده. بس بعد كده قلبناها طواجن وقلبناها صواني بقى في الفرن، بما ان بقى احنا ولعنا الفرن. طبعا خطيره خطيره. بصوا شايفين وش شكلها يدل عن جمالها، شايفين عامل وش محمر بقى وحاجه، ومن تحت بقى القاع جميله جدا جدا جدا. هتاكلي صوابعك ورا الصواني ورا الطاجن ورا كل حاجه. متنسينيش بقى باللايك وبالشير، وتعالوا بينا نبتدي نشوف هنعمل ايه. طبعا هنا جبت بصلتين بس الكاميرا كانت فصلت، وقطعتهم بقى تقطيع حلوه كده. وهنا بقى ايه، وحطيت بقى الماده الدهنيه بتاعتي، وقلت بقى احمر بقى ايه البصلتين دول تحميره كويسه. وتوم. طبعا بقى نعمل باميه، انتوا عارفين طبعا ان هي كانت في الحله زي ما انتوا شفتوا كده. بعد كده بقى ايه، هقول لكم انا حطيتها في الطاجن ليه، بس ايه، وانا بقى يعني بقى وانا بكلمكم اقول لكم. طبعا هنا بقى ايه الفلفل بقى، انتوا عارفين بقى، عارفين الباميه بتحتاج ايه، فلفل بقى سبايسي كده حامي. شوحته كده. طبعا نزلت بقى باللحمه، وهقلب بقى البصله بقى بالثوم بكل اللي انا ايه، بس مش هحط اي بهارات. وطبعا ضربت شفشق طماطم كده ونزلت بيها، اسيبها بقى تتسبك مع نفسها خالص عشان اللحمه تستوي. عايزه الطماطم دي تتسبك. ماشي، تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه تاني على ما الصلصه تتسبك. حتى المعلقه مش عاجبها الحلو يعني. هنا بقى ايه، جبت بقى غسلت شويه رز كده، حطيتهم بقى في الصينيتين، ونزلت بقى عليهم بقى بالسكر وباللبن. طبعا مقدار مج رز عليه لتر حليب. ونزلت بقى ايه بشويه كده من السمنه على الزبده اهو. وهنزل بقى لسه بقى الفانيليا. انت عارف كده ايه، ده رز معمر بس مسكر مش مالح يا جماعه. طبعا يعني احنا بقى ناكل باميه ولازم نحلي وكده يعني، وجاي لضيوف لازم برضو ايه، ابقى اعمل حاجه كده. احنا الجو ساقع، لازم تقدمي مع الشاي او النسكافيه او القهوه، تقدمي حاجه مسكره كده. طبعا هنا بقى كانت الصلصه اتسبكت خالص، شلت منها اللحمه، كانت اللحمه استوت. نزلت بقى بالباميه، الباميه دي فروزن يا جماعه، متفرزه. طلعتها، كانوا اخر كيسين عندي، انا ما خزنتش في صينيتي خالص باميه. الباميه دي من السنه اللي فاتت، شايفين لونها والله ما بكذب عليكم، من السنه اللي فاتت. طبعا هنا حطيت بقى الباميه وسيب وطيت النار بقى عشان تفك مع نفسها كده. وهنا حطيت بقى في اللبن جوز هند، واحط برده فانيليا واقلبه اهو. يا محلاه بقى، يا محلاه الرز المعمر ده لما تحطي بقى معاه الزبيب وجوز الهند كده، بس انا مش عندي زبيب صراحه، حطيت جوز هند، حطيت هنا رشه فانيليا وبرده في اليمه التانيه، وهحطهم بقى على النار ياخدوا غلوتين كده، وبعد كده ادخلهم الفرن بقى على الشبكه. تاكلي احلى رز معمر والله العظيم، ولا محطوط عليه قشطه ولا محطوط عليه اي حاجه، بس خطير خطير خطير. وهنا الباميه كانت بصوا بدات تفك اهي زي ما انتم شايفين. بوطي النار خالص وعلى البخار، هي بتفك كده مع نفسها. شايفين الصلصه كمان، لو الاضاءه عندي ادعولي بس كده الاضاءه عندي تتعدل وكده يعني، هتشوفوا بقى جمال والوان ولون الاكل، والله العظيم يشتهي العين تبص. طبعا اللي خلاني قلبته بقى في طاجن، هم كانوا عايزين ياكلوه باميه في طاجن، وانا ما كنتش عايزه، ما كنتش عارفه يعني. فانا لما عملته في الحله قلت مش هزعله، احطه في طاجن وادخله الفرن ياخد تحميصه كده من على الوش، او ياخد لون من على الوش بس. وكاني عامله في طاجن، لان انا صراحه يعني هو ده طريقه الطاجن برضو، فحطيته. فانا بقى مش هدخله ياخد وش خالص، عشان كده انا صورته لكم الا لما يجوا يتغدوا. انا عملت الغدا بدري، ان كان ضيوف دخلوا عليا وكده، عملت الغدا بدري. بس هم يعني لما ولادي بيجوا انا ببقى شاطه بالاكل، يعني ممكن اجهزه وتشطيب الاكل اللي هو مثلا ادخله الفرن على الفينش الاخير ده في الاخر. طبعا هنا بقى ايه، كنت بقى دخلت الصواني تستوي ما شاء الله. بصوا جمال اللون
والله الكاميرا ظالمه اللون كمان. خطير خطير خطير. هوريكم دلوقتي الرز المعمر حكايه. وادي الطاجن اهو. بصوا في ثانيه كده. اللهم بارك اللهم بارك. الواحد بيخش المطبخ بحس ان انا يعني ايدي هنا وايدي هنا. في ثانيه بكون عامله كل حاجه، طبعا مع غسيل مواعين، مع تشطيب حوض، مع تشطيب الرخامه. ما بخليش حاجه. فاللهم بارك. ربنا يدينا الصحه يا رب، ويدينا القوه، ويدي كل ست بيت الصحه والقوه، وما يحرم حد من صحته ابدا. الصحه دي كنز. وكده الفيديو انتهى. وتنسي بقى تصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا